بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم، وش راكم؟ طمنوني عليكم. اليوم في مطبخ النايلية جبت لك اروع وصفة للكويسات بواحد الصلصة تهبل وكيفاش تنحي الملح تاع الزيتون نتاعك بطريقة احترافية تهبل. اروحي حبيبتي نخدمو، جيبي لي الكويسات. هذا الطاجين يوالم العرضات، يوالم كيما نقولوا تحبي ديري عرضه في رمضان في الفطر كيما تحبي. جيبي لي حبيبتي الكويسات نتاعك، اقصليهم وخلي عليهم يقطروا باش تروح منهم هذيك الريحه تاع الدجاج، وتروح منهم وتقدري تدوزنيهم. كي تدوزنيهم تدخل فيهم كامل التوابل. راكم عارفين الدجاج باللي اذا كان مش مقطر مليح يعني تقعد هذيك الدجاج ما تدخل فيه حتى تتبيله. العقده نتاعنا وش فيها؟ لانني رايحه نطيبهم اصوص بيضاء، يعني رايحه نديرهم مرق. شوفوا حبيباتي الكويسات نتاعنا، جبت الكيكوطه نتاعي الكبيره، راكم عارفين هذا الكويسات حبيباتي درتهم عرضه. شوفوا حبيباتي، اول حاجه فتحت عليهم النار وخليت عليهم حتى نشفوا كامل. من بعد حبيباتي بديت ندوزن فيهم. درت لهم القرفه، درت لهم جامبو دجاج، درت لهم الملح راكم عارفين، وزودي شويه لانهم طراف كبار، راهم فايت 10 اطراف، فايت 10 كويسات. ودرت لهم الرند لانه الدجاج يحب الرند. وكثري البصله لانه لاصوص تاعك باش تجيك خاثره وتجيك بنينه تكثري. وراني قلت لكم هذا الوصفه راني درتها للعرضه، يعني كونتيتي كبيره. ودرت الدرسه هنا نتاعي اللي راني خادمتها طول ومتواجده، من بعد نشاركها معكم. ندير فيها الثوم والحشاوش. وهنا درت التوابل، درت اللفاح اللي هو راس الحانوت، ودرت العكري مش العكري، العرق الاصفر. وقليتهم مليح وراني نتبل فيهم فوق النار. بعد ما تقلاو لي مليح نروح نمرق بالماء السخون. وهنا حبيباتي درت لهم حبيبات زيتون وخليت عليهم يطيبوا على نار قليله. بعد ما طابوا خرجتهم، راح ندير لهم الصلصه السحريه اللي قلت لكم عليها. ملعقه زبده انا نستعمل في ديمه، وملعقه طماطم، ديري لها شويه ملح، وديري لها شويه عكري، وديريها فوق النار يدي هذاك الخليط. ومن بعد كي تجبدي الدجاج تاعك ست فيه في البلاط تاعك وديري له هذيك الصلصه. شوفوا يا البنات، تعطي لها بنه للدجاج تاعك. اللي ذوقها عندك يقول لك هذا الدجاج كيفاش خدمتيه. كامل الاطراف تاعك ديري لهم بهذيك الصلصه بهذه الطريقه. تحبي ديري ورق الطهي من تحت، لك الاختيار. يعني بعد ما يطيبوا يدخلهم الطياب نديروا هذيك الصلصه كامل على الدجاج نتاعنا، ونروحوا نشعلوا عليه من الكوشه يطيب من تحت ويطيب من الفوق. شوفوا يعطي لكم واحد الاحمرار، واحد اللون خرافي للدجاج نتاعك. والبنه اكيد ما نحكي لكمش لانكم عارفين الزبده، سورتو زبده نتاع ديما. بنه اللي اي حاجه يعني تقدري ديريها للدجاج، تقدري ديريها للحم، تقدري ديريها للارنب. يعني هذه الصلصه اعتمديها كامل في الدجاج نتاعك. بعد ما خليتهم كيما هاك نروح نطيبهم في الكوشه من تحت ومن فوق، خلي عليهم يحمروا ونحطهم في صحن التقديم بعد ما يوجدوا اكيد. من بعد حبيباتي نروح نكمل المرق نتاعي. واش درت فيه؟ درت له الزيتون ودرت له الفقاع. شوفوا هنا الدجاج نتاعي راني قلت لكم طيبته بالزيتون باش يعطيني هذيك البنه. الزيتون تاعك حبيبتي روحي قليه بزوج مقارف سكر، وخلي عليه يطبخ مده ساعه باش تروح لك منه هذيك الملوحيه. لانه الملوحيه تاعو راها مرات تجي حتى المرق تاعك يجي مر. ديريه بهذه الطريقه وردي لي بالخبر. الفطر تاعك تحبي تقليه في الزيت وتعاودي ترجعيه الزبده، يعني نقصد في الزبده. من بعد حبيباتي نتكتك كلش مع بعضاه ونمرق ونخلي مرقتي تطيب بهذه الطريقه. بعد ما تطيب لي وتختار نروح نحطها في صحن التقديم. شوفوا طبق بنين يوالم العرضات، يعني جربيه على ضمانتي بهذه الطريقه. ان شاء الله حبيباتي ما تنساونيش بالدعم نتاعكم حبيباتي، والجامات كثروا الجامات والتعليقات. ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق تاع العرضات. اللي جربوا تخلي لي في التعليقات، وما تنساوش توصلوا لي تطبيقاتكم حبيباتي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو لنهار اليوم. هانا حطيته كيما هاك بهذه الطريقه ودرتو. ان شاء الله يكون عجبكم. صحه فطوركم، صحه رمضانكم، ان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه حبيباتي. نتلاقاكم على خير والى اللقاء. شكرا على المتابعه.